سادتي انسات سادتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والهدف الاول للنادي الاهلي في الدقيقه 4 من بدايه اللقاء للمتالق رضا شحاته في اول ظهور له في لقاءات القمه بين الاهلي والزمالك. اتعملت حلوه قوي قوي. الله الله عليك، الله 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 عليك يا رضا يا شحاته. حلوه 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 حلوه. فعملت لكم مساحه جميله، بدات بخطا من ناحيه يمين من جانب ابراهيم حسن، وقع على الارض وزقت منه الكوره، واتعملت على طول سهله قوي على اليمين لرضا شحاته. رضا شحاته يزقها خطوه ويحطها الثانيه. حلوه 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 حلوه. واحد الاهلي لا شيء الزمالك في الدقيقه 4 من بدايه اللقاء. تمريره جميله من حسام غالي، سند رضا وبص رضا وحط رضا. حلوه يا رضا. 1-0 في الدقيقه 4 من بدايه اللقاء. وادي رضا المتالق في اول ظهور له مع النادي الاهلي امام شمال، وستة احمر جوه منطقه جزاء الزمالك وعاليه وحلوه وهوبا ومنصف والهدف الثاني. يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض، مش ممكن. الهدف الثاني للنادي الاهلي في الدقيقه 17. عملها حلوه قوي 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 جلبرتو، وحصلت لخمه في خط دفاع نادي الزمالك غير معقوله وغير طبيعيه بالمره، وتترد الكره مرتين ثلاثه لوائل جمعه وتخبط في احد مدافعي نادي الزمالك. والهدف الثاني للنادي الاهلي في الدقيقه 18 من زمن الشوط الاول. ايه اليوم ده؟ ايه اليوم ده؟ بدايه حمراء مشتعله جدا وصمت في المدرجات البيضاء. والدقيقه 18 من زمن الشوط الاول 2-0. لكن عملها حلوه قوي قوي ابراهيم سعيد بعد ما ارتطمت في الاقدام، وتتحسب لابراهيم سعيد 100%، ويبقى 2-0. الهدف الاول لرضا شحاته في الدقيقه 7، والهدف الثاني لابراهيم سعيد في الدقيقه 18. عملت حلوه قوي قوي قوي، لكن في تباطؤ من دفاع نادي الزمالك اهي، وامسكها وتابع منصف يلعبها وائل جمعه ويلمسها ابراهيم سعيد. يا سلام عليك يا ابراهيم يا سعيد. 3 حلوين لبلال، احلى لخالد بيبو، وبيبو بيدور لبلال مره ثانيه ومضغوط على بلال وهوبا والهدف الثالث والهدف الثالث. الله 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 للصبح. حلوه حلوه حلوه. ايه يا ابني ده؟ ايه يا بيبو ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ حلوه 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 ببطن رجله زي ما يكون بيلعب بلياردو، زي ما يكون بيلعب بلياردو. حطها جميله بعد ما ثبتها له على القوس احمد بلال، والدقيقه 29 او 28 ونص، واحمد بلال يهدي بيبو كره ارضيه ينشنها بلياردو خالد بيبو. والهدف الثالث للنادي الاهلي في امسيه غير متوقعه. ادي بيبو وادي بلال، ويحل عليه الرصيكه ويسيبه ويخش على طول بيبو يحطها زي ما بيكون بيحط ضربه جزاء بالظبط، لان مفيش اي مشاركه من رضا سيكا او بشير التبعي او محمد ابو عيا او اي حد. 3 واقفين يتفرجوا عليه، وحطها حلوه. ياخدها في السكه على طول وماشي رضا شحاته. طالع له بلال وطالع له بيبو، يحطها لبيبو 1-1. بيبو وبشير، بيبو وبشير، بيبو وبشير، بيبو وبشير، بيبو وبشير، بيبو والجول، بيبو وبشير، بيبو والجول، بيبو وبشير، بيبو والجول. 4-1. مش ممكن يا بيبو، الولد ده لعيب كبير كبير كبير، مش ممكن. موقف 1-1 مشكلة كبيرة جدا للي بيقابله. استلمها بيبو وبخبرة اللعيب الكبير الكبير رقص ترقيصة حلوة قوي قوي قوي، وحطها ما بين رجلين محمد عبد المنصف، ويبقى الهدف الرابع للنادي الاهلي. يا عيني عليك يا ابني، يا عيني عليك يا ابني، يا عيني عليك يا ابني. 4-1 4-1. كتير كتير كتير. خالد بيبو في الدقيقة 19 من زمن الشوط الثاني. 4-1. في الدقيقة 16 من الشوط الثاني أعرف الهدف الثالث خالد بيبو بفتح النتيجة 4-1. ادي خالد بيبو وادي بشير التبعي، عمل يروح يمين وكسر شمال وحطها جوه، ما يقدرش يعمل له حاجه، وما تحت رجل عبد المنصف برضه ما يقدرش يعمل حاجه. ادي الزاويه العكسيه، وادي ترقيصه بشير، وادي دخوله، وادي ما بين على طول دراع ورجل عبد المنصف. صعبه صعبه صعبه. الزمالك طبعا النتيجه مش قادره ان احنا نقول حاجه. وادي العماره، ارضيه صغيره لمحمد فاروق يسند ورا،
وماشي خالد بيبو، وماشي خالد بيبو، وماشي خالد ارضيه، وفاروق وفاروق وبيبو وبيبو، والهدف الخامس. يخرب عقلك يا راجل، يخرب عقلك يا راجل، يخرب عقلك يا راجل. ايه يا ابني ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ ايه يا بيبو ده؟ يا نهار ابيض. 5-1 في الدقيقة 27 يضيف خالد بيبو الهدف الخامس للنادي الاهلي. كل حاجة في رجله ماشية، كل حاجة في رجله ماشية، مفيش حاجة مش ماشية. كرة غريبة جدا جدا جدا، وهنشوفها تاني مع الأستاذ أحمد الهن حالا دلوقتي. كرة غريبة جدا جدا جدا. وبدأت جماهير الزمالك في الانصراف من الملعب، بدأت جماهير الزمالك في الانصراف من الملعب. أحب أن يقعدوا للآخر، وأحب أن هم يشجعوا فرقتهم، ما يسيبوش الفرقة ويمشوا أبدا. وادي حسام حسن كورة كده من بعيد، وفي مصور لسه في الملعب وبيشاور له عشان يطلع الحكم الطلياني. وخالد بيبو والدقيقة 8-29. بص خالد أخذ بشير وسيكا وفاروق وسقاها فاروق وبيبو، وأخذ بشير وحطها وهو واقف، وعبد المنصف، وهدف خامس. مش ممكن. ايه اليوم الغريب ده؟ ده يوم مش معقول، ده يوم من ايام الكورة اللي ما بتتكررش ابدا. يا نهار ابيض. في الدقيقة الاولى على وشك الانتهاء، الدقيقة الاولى من الوقت بدل ضايع. عندنا 3 دقايق وقت ضايع. ابو العلا مقطوعة من ابو العلا، خدها سيد عبد الحفيظ، وهجمة مرتدة، و3 احمر على 2 ابيض. 3 احمر على 2 ابيض. بيجري بيبو ويحطها له، وهو جول 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 وهو جول. اقول لك ايه واعد لك ايه يا خالد يا بيبو؟ ما عنديش حاجه يا ابني اقولها لك، خلصت كل الكلام. مش ممكن مش ممكن مش ممكن. ايه الليله دي يا بيبو؟ 4 تجوان يا ابني مره واحده. ايه ده يا ابني؟ ايه ده يا ابني؟ مش معقول. 6-1 للنادي الاهلي. يوم عصيب على نادي الزمالك، ويوم مبهج ومفرح للنادي الاهلي، ويوم للعريس ده ما يتعوضش. خالد بيبو و4 اهداف. مش ممكن ابدا، مش معقول. يعني الحقيقه خالد بيبو حط بصمه كبيره جدا 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 في هذا اللقاء، وحط بصمه كبيره على الابداع الكروي والفن الكروي في مصر. تلقى تمريره بديعه جدا. وعبد المنصف هيعمل ايه الراجل؟ هيعمل ايه؟ هيعمل ايه عبد المنصف؟ الله يكون في عونه. زقها في المساحه الفاضيه، وبحساسيه الاقدام الهدافه يحطها حلوه قوي 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 خالد بيبو. وادي عبد المنصف الراجل هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ وبيبو. و6-1.